السلام عليكم خوتي خواتاتي متابعين قناتي الاعزاء، نتمنىكم يا رب تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الغديوه وطريقتي في الحوت. كندير واحد الطريقه اللي هي صراحه انا كتجيني سهله وفي نفس الوقت غير مكلفه وصحيه من هادشي كامل. صحيه لان ما غاديش تحتاج الزيت بالنسبه للحوت، اي نوع الحوت اللي عندك. بحال دابا انا عندي هاد الماركه هذه ديال الحوت. غسلته مزيان، حيدت منه داك المخلفات ديالو وكذا ودرتو يتسقطر. بغيت نشارك معكم غير الطريقه كيفاش كندير له. ديما انا اعتمدتها من نهار عرفتها الصراحه، وليت كنديرها غير هي. منها كانت كيس على الزويته ديالي، ومنها كيجي صحي وفتي وكنستافدوا من قيمته الغذائيه احسن. لانه ملي كيتقلى راكم عارفين ملي كيتقلى في الزيت صافودير راه خلاها مولاها كيتختخ وما كنستافدوش من الفوائد ديالو الصحيه. بغيت غير نقول لكم الله يجازيكم بخير. حاولوا تطاغيو المعارف ديالكم واصحاب ديالكم القناه ديالي، شاركوها بارطاجيوها مع اللي كتعرفوا، وما تنسوش تخليوا لي لايك وتفاعل مع هذا الفيديو، وإلا عجبكم بارطاجيوه باش تعم الفائده ان شاء الله. انا راه كنصور لكم والله الا راه عندي التزامات وكذا، ومع ذلك وليت كنحاول واخا الظروف والضيق الوقت وهذا كنحاول نسجل فيديو في مره في 4 ايام، وهذا مع انه غير صحي لان خصنا نحط يوميا بما انه قناتي مازال ما معروفاش. فتعاونوا معنا وتفاعلوا مع القناه ديال الله يجازيكم بخير، وبارطاجيوها مع اللي كتعرفوا. انا كنحاول نشارك معكم كل شيء ان شاء الله في القادم من الايام. انا نحاول نشارك معكم حتى لي فلوق والخرجات ديالنا وهذا. باعتباركم عائله بحالكم بحال عائلتي. يعني كيف اي حاجه كنبغيها لراسي غنبغيها لكم، ونبغي تعمل فائده على الجميع. فغادي نشدو غادي نفلح هذا الحوت كامله. هو طريقه راه جد سهله. غتشدوا واحد السوبيره وغديروا بحال هذا الشيء اللي درت انا. من بعد ما كملته في التفلاح غادي نعصر واحد الحامضه، هو هذا النوع د الحوت الملح والحامض. فما تبقى من التوابل فهو اختياري. بغيتو ديروه ما بغيتوش نتوما احرار، ممكن تكتفوا غير بالبزار او الفلفل الاسود حتى هو كيعطي النسمه. انا كيجيني ديك التتبيله الاخرى اللي كتكون كونسونطريه كتجي في السردين كتر. البزار، التحميره، الكركم، الكمون، الربيع، الثومه. هذاك الشيء كيبغي الحوت هكا. داك السردين اللي صراحه افتقدناه مده هذه ما بقيناش ذقناه. هنا هاد التتبيله اللي غندير انا غير مليحه، فلفل احمر اولا بابريكا اولا التحميره والكمون. غنزيد لها واحد شويه د الماء وغادي نخلطها نكبها على هاد الحوت هذا كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نحاول نلبسهم شويه بيدي. وكي قلت لكم راه عندكم حريه الاختيار. ما بغيتوش ديروا هاد التتبيله ما ديروهاش، ديروا غير شويه البزار والملح والحامض وخليوه يترقد. هو الحوت قد ما ترقد في الحامض والملح راه مزيان كيتشرب داك الحامض. حنا عارفين ان الحامض كيتواتى بشكل كبير مع الحوت. صافي هادشي اللي كاين. غادي نسد عليه في هاد السوبيره هادي. تبعوا غير هاد الطريقه. الا وصلتوا لهاد المرحله من الفيديو الله يجازيكم بخير خليوا لي لايك وتعليق وقولوا لي كيف جاكم واعطوني رايكم. صافي من بعد هنا غادي نغطي عليه وغادي نلبسو مزيان بالطريقه الاخرى. هاد القضيه كنديرها حتى في قلت لكم اي نوع ديال الحوت، وهاد القضيه بالضبط كنديرها حتى في لانشوبه، في السردين داك الصغيور اللي كنحيدوا ليه غير الراس. راه كيجي غايه ان شاء الله. غنشارك معكم داك السردين الصغيور اللي بحال لانشوبه كيجي ما شاء الله زوين. كيف ما كتشوفوا هنايا كنخلط باش كيتلبس كامله. هو صدقوني راه الطريقه كتغنيكم على بزاف د الحاجات، بغا كل وحده تخدمها بوحديتها وكذا. فغادي نغطي عليه وغادي نخليه يترقد. غادي ندوز معكم نشارك معكم هذه القريعه هذه راه دايره 5 دراهم. كاين اللي عارفه كاين اللي ما عارفاش صراحه. كتغنيني على هكا بمعلقه زيت كنرش على البطاطا. كتجي بطاطا غزاله. بطاطا طلعت الحال طلعت فيها نص غليه مع شويه الخل ومليحه. صافي وخليتها تسقطر ونشفات. كندير ليها شويه الفينو في هذه الاثناء. الفران راه سخون كنرش عليها مزيان ديك الزويته كتلبس. صافي وكنديرها ندخلها للفران لان الفران ناويه نطيب فيه الفريت، ناويه نطيب فيه الحوت. فغادي نستغلوا احسن استغلال. لبستها بزويته ودرتها في الفران. هنا من بعد ما ترقدت لينا دوك الحوتات ترقدوا سقطرتهم مزيان. وهاد الطريقه اللي كندير انا دابا اللي غنلبس بها الطحين
احسن من كل وحده بوحديتها، كتختصري الوقت والمجهود، وكيديروها حتى في المحلات الكبار كتعرفوا بان عندهم كميه كبيره، فكيقلبوا على احسن الطرق واسهلها وايسرها. كنعاود نوريكم هذه صراحه زوينه كتنفع، غير خذوها، خذوا وحده للزيت البلديه ووحده للزيت الروميه. صافي هنا غنشارك معكم الطريقه شنو كندير. هنا راه كناخذ الطحين، ممكن ديروا الطحين الابيض، الدقيق الابيض، ممكن ديروا الفينو، ممكن ديروا السميد الناعم، المهم اللي توفر عندكم. وكنضيفوا ليه شويه ديال التحميره اولا البابريكا اولا الفلفل الاحمر. من بعد غادي نحط داك الحوت كامله هو، وردوا البال هذا النوع ديال الحوت كيكون فيه الشوك من الجناب، يعني ملي تكونوا هزوا بالمهل وردوا البال. صافي غادي نضيف داك الكميه ديال الدقيق اللي غتكفاني والتحميره، زدت شويه ديال التحميره، شويه الملح، شويه الابزار. بغيتو ديروا الكركم ديروه، الا كتبغيو الحوت يكون صفر. صافي هنايا غادي ندير، غادي نخلط مزيان مزيان مزيان، وغادي شوفوا غتلاحظوا معايا انا راه خدامه بايد، كنصور لكم بايد وفي نفس الوقت كندير لكم كنوريكم الطريقه بحال تقدروا ديروا حتى بلاستيكه ساشيه ديال البلاستيك، حتى هي صراحه كتجي هائله. شوفوا معايا هنا الا وصلتوا لهاد المرحله من الفيديو الله يطول عمركم ما تنساونيش خليوا لي لايك وتفاعلوا لي مع الفيديو، وخليوا لي تعليق وقولوا لي كي جاكم خايب زوين، عندكم شي طريقه اخرى كديروها نتوما احسن من هذه شاركوها معنا في التطبيقات. صافي انا كنرش الزيت بهذيك القريعه صراحه اللي كتنفع. هنا بنتي بغات تعاوني هي اللي تكلف. هذوك قشور الحامض ما ترميوهمش، بالاحسن ديرهم في ساشي ولا حطهم في كونجيلاتور، راه ينفعكم في غسيل الدجاج. تنشارك معكم طريقتي في تنظيف الدجاج. هذوك الحامض صراحه هذه الطريقه كنديرها انا، كنجبدو كنطحنو مع شويه الماء في مولينيكس، وكنخوي على الدجاجه ديالي بشويه السكنجبير والملح، راه كيجي كيتنقى داك الحامض ما كتستافدوا منه لان غير عصرته، يعني راه باقي القشره ديالو هي الاساس، هي اللي كتكون كونسونطريه. صافي هنايا بنتي انا كنستف انا وياها هذاك الحوت كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي ندوز نرشو، صراحه هاد القريعه زوينه ما شاء الله. غادي نرشها مزيان، نرشو مزيان بهذاك داك الزيت تيتلبس مزيان مزيان. صافي هنا كيف ما قلت لكم الفران سخون، العافيه كتكون مجهده. درت نشارك معكم ديك الشلاضه اللي كتكون ديال الخضر اللي هي شلاضه جد سهله. هنا درت غير خيزويه قطعتها طريفات صغارين مقارنه مع البطاطا اللي خليتها كبيره، راه حتى لدابا عاد كنقطعها وسلقتهم. عندي جلبانه، عندي الكورجيط، عندي كان ممكن نزيد بزاف د الخضر، ولكن انا اكتفيت غير بالبطاطا والخيزو ورشيشه ديال الروز. فكيف ما قلت لكم الخيزو رققته، البطاطا هنا خليتها كبيره عاد قطعتها، وشتت واحد البصيله بصيله صغيره شلطتها. في نظري انا بقاو تاخذوا البصله وخذوا شي جوج ولا ثلاثه البياسات ولا اربعه بياسات صغيورين ديال البصله كينفعوا صراحه. بحال هكا بصيله صغيره راه كافيه، ما كضطريش تحلي بصله كامله وكتبقى تضيع لك. صافي هنايا غادي نحك ديك البيضه، زيدوا جوج بيضات، ديروا الطون، ديروا المايس، ديروا اللانشون، ديروا اللي بغيتو، ممكن تضيفوا الزيتون اللي بغيتو ضيفوه. صافي من بعد صافي غنحك ديك البيضه وغنضيف شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون وزويته بلديه. هادشي اللي كاين. كيف ما قلت لكم نتوما راكم عندكم حريه اختيار، تزيدوا اي نوع من الخضر عندكم. صراحه ديك الجبنه كتعطي داك اللون زوين. البصله تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش نتوما، داكشي كيبقى ديالكم. وتزيدوا المايونيز الا عندكم المايونيز، انا ما عنديش الصراحه، اكتفيت غير بهاد هكا. المايونيز ما كنشري الصراحه، الا بغيتو يعني كنت واقفه عليه وعندي كميه كبيره ديال الشلاضه راه كنضطر نصاوبو. والكل كيعرف ديك القضيه ديال البيض والزيت والفرماج، حتى كطلعيه فتا هو كيجي زوين صراحه ديال الدار. صافي انا غادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه وغادي نكتفي بهذا الشيء. صافي اللي درت في هاد الشلاضه هذه. كنتمنى لو وصلتوا لهاد المرحله ديال الفيديو خليوا لي لايك وتعليق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغديوه ديالنا. صراحه سجلت المقطع وما تمسح ليا ولا ما نعرف. الا عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقه، راه كيجي صراحه زوين الطريقه ديال الحوت، كتجي فنه ما شاء الله.
ودرت شويه الفريت، ديك الخضيره اللي شاركتها معكم، ديك شلاضه، درت شلاضه الخضراء، شلاضه سلطه ماروكان، ودرت شويه ديال التكتوكه المتعارف عليها الشهيره فلفله ومطيشه، لاصوص مطيشه. كنتمنى هذا الفيديو اولا هذه الفكره ديال هذا النهار تعجبكم، واللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وكيف ما قلت لكم خليوا لي لايك وتعليق، وبارطاجيو القناه مع احبابكم ومعارفكم، ولا بغيتوا شي وصفه ولا شي اقتراح خليوه لي في التعليقات، والى الملتقى ان شاء الله.